كابتن محمد بركات، مساء الخير. ازيك يا كابتن شبان؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن بركات؟ اهلا بيك. ربنا يبارك في حضرتك. في حاله غضب شديده موجوده حاليا في وسائل الاعلام وعلى المواقع وتنتاب جمهور الزمالك ومجلس اداره الزمالك كان معاه اللواء صبري سراج لهذه الاشاره اللي قمت بها عقب الاحتفال بالهدف الثالث امس في مباراه الاهلي والزمالك. عملت ايه يا كابتن شبان؟ الصوره اوضحت ان انت صباعك الاوسط في ايديك اشرت بيه وبعدين فردت ايدك تاني. يمكن لو انت معايا التليفون، لو حابب اقعد لك الصوره تشوفها معايا وتعلق لك كامل الحريه. لا طبعا وانا مش قدام تلفزيون. نعم. بس طبعا يعني الكلام اللي هو اثير دوت طبعا ده كلام لا اساس له من الصحه خالص. انا احرزت الهدف. نعم. وده يعتبر اول هدف ليا في الدوري المصري. نعم. السنه دي. نعم. وفرحت جدا بالهدف. واول ما جبت الجون اتدورت على طول، رفعت ايدي لمده ثانيتين ثلاثه وبعد كده فكرت ان انا اقلع التيشيرت. وانا اول ما لفيت بعد ما جبت الجون كان اتجاهي يا كابتن شبانه صوب مدرجات النادي الاهلي. فانا طبعا انا قلت كده يعني انا قلت كده اللي هو صبري سراج انك انا حتى اتجاه مدرجات يعني يا كابتن شبانه انا لو عملت حاجه يبقى انا رايح احفزها لجمهور النادي الاهلي. ان انا اتجاهي كان طب انما يا كابتن شبانه انا يعني اللي عايز اقول يعني احنا امبارح يا كابتن شبانه المباراه خرجت بمنظر جميل جدا. طبعا كان في اداء وكان في جوان وكل الناس خرجت فرحانه سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. احنا مش عايزين يا كابتن شبانه ان احنا نحاول ان احنا نعكر الموضوع دوت في ان احنا نقول نتصيد بقى ونقول فلان عمل او فلان. بص يا ابو هو في النهايه طبعا انت لاعب كبير وانت عارف قدرك عند الاعلام المصري. انت لاعب كبير وتاريخ عريض جدا ومحدش يقدر. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن شبانه. يعني اكيد الناس لكن في النهايه يا كابتن محمد في النهايه في صوره بتحتاج توضيح. يعني في صوره نادي الزمالك رسميا مجلس اداره هيتقدم باحتجاج رسمي غدا لاتحاد الكره وده خبر بالنسبه للاعلام. والصوره اوضحت فعلا ان صباعك الاوسط يعني تحرك لمده ثانيه او ثانيتين وبعد كده غيرت اتجاه ايدك. طب ما انت يا كابتن شبانه لسه بتقول لي ان انت يعني انت كشخصيه متاكد وشايف ان انا كنت بلف ورايح ناحيه جمهور النادي الاهلي. ايه اللي خلاني اعمل حاجه؟ انا مالي انا ومال جمهور نادي الزمالك. طب انت كان قصدك ايه بالاشاره دي يا كابتن محمد؟ يا كابتن شبانه عادي انت ممكن لما بتبقى فرحان يعني كان لعيب بيروح مثلا بيرفع ايده ما يجيب جون. ايه المشكله؟ لا هي مش رفع، المشكله مش رفع الايد، هي كان الصباع اللي الاوسط اللي انت تعمله دي اشاره في حكم المجتمع المصري بتبقى اشاره غير مقبوله يعني. كابتن شبانه نعم. انا الاشاره اللي غير مقبوله اللي حضرتك بتقصدها ديت ما تصدرش من محمد بركات. يعني عشان كده ما هو ده خد بالك يا كابتن شبانه خد بالك هو ده الانتهاء. او انت ما تعرفش محمد بركات. لا انا اعرفه رغم ان انا عارف ان انت تعرفني من زمان قوي طبعا وعارف اخلاقك انا يا كابتن شبانه ممكن انت ممكن اي حركه يا كابتن لما بتعيدها انت ممكن لو وقفتها في حته معينه ممكن تبقى في حاجه مش موجوده اصلا، تشوف حاجه يعني مش مقصوده ولا مش موجوده اساسا. فهو ده اللي انا بتكلم فيه في ان احنا ما تغيرش الكلام دوت. يعني انت عايز تقول ان انت عشان اقول لك انا لم افعل هذه الفعله مطلقا ولا يمكن في يوم من الايام ان محمد بركات يعمل كده لا مع جمهور زمالك ولا مع جمهور اهلي ولا مع جمهور مصر. انا راجل بحترم نفسي قبل ما بحترم الناس يا كابتن شبانه. تمام. انا الكلام دوت ده سقوط. يعني انا دلوقتي انا يوم ما بعمل كده يبقى انا راجل ساقط، يبقى انا راجل مش متربي. وانا الحمد لله انا لا انا ساقط وانا الحمد لله متربي تربيه كويسه جدا. ابويا وامي علموني الادب. انا استحاله اغلط في حد يا كابتن شبانه. وانا بقول لك الموضوع دوت ليس له اساس من الصحه. ان شاء الله جت ظهرت مليون صوره لمحمد بركات. انا بقول لك يا كابتن شبانه والله 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 اقسم بالله العظيم ثلاثه انا لم تصدر مني اي حركه تجاه جمهور نادي الزمالك. كابتن محمد بركات انا خلاص يعني بعد اللي انت قلته ده انا لا استطيع التعليق. ويعني انا بحترمك طبعا، انت لاعب كبير وبحترمك. وفي النهايه في احتجاج هيتقدم بيه نادي الزمالك غدا وسيكون الحكم النهائي للجنه الانضباط في اتحاد الكره. انا عارف اخلاقك لكن في النهايه الصوره اوضحت ان انت حركت صباعك الاوسط ويعني انت شايف ان انت ما كنتش تقصد اي حاجه وانت مجرد بتحتفل بالهدف. يمكن شكل الصباع دي كده او كده يعني في النهايه انت قلت وجهه نظرك. انا بشكرك جدا كابتن محمد بركات. انت لسه معايا على التليفون، قول لي بقى الكره بتاعت احمد غانم اللي دخلت فيه دي عشان الكره
الكوره بتاعت احمد غانم، الالتحام العنيف مع احمد غانم، انت حسيت الحكم هيحسب حاجه ساعتها؟ لا انا خايف بقى مجلس اداره الزمالك هتقدم باحتجاج على الكوره ده هي. لا اصل انا عامل استفتاء النهارده مع الجمهور بتاع كوره اونلاين عن رايه في القرار اللي استوجب، بعيد طبعا عن الحكم خد قرار او لا. والله بص يا كابتن شباب، انا هقول لك حاجه عشان اكون صريح وموضوعي معاك في الكوره دي بالذات. الكوره ديت انا لما دخلت في الملعب اثناء اللعب، انا حسيت ان انا كان واضح جدا ان اللعبه على الكوره، يعني حتى الكوره خلت صوت وكتمت جامد جدا، يعني عارف انت حضرتك لما اتنين يخشوا يكتموا مع بعض في الكوره تسمع لها صوت جامد قوي. تمام. فدوت اللي حصل، دخلت جامد واحمد كان بيحط رجله في الكوره، فانا سمعت صوت جامد جدا، والحكم حتى لما راحوا يكلموه قال لهم لا ده احتكاك على الكوره، الاثنين دخلوا مع بعض في نفس اللحظه في الكوره وكده. عايز اقول لك يعني ان انا اما رجعت في البيت وشفت الاعاده بتاعت بعض اللعبات وكده، اما بصيت في الكاميرا في التلفزيون لقيت ان الدخله يعني واضح انها جامده جدا عنيفه. لقيتها فعلا عنيفه، يعني تستحق على الاقل بطاقه صفراء. لا وفي ناس حتى بتديها حمراء. تمام. يعني انا بقول لك بكل صراحه بكل موضوعيه. نعم. انما يعني فعلا اللي حصل في الملعب ساعتها عكس اللي شفته في التلفزيون. انت حسيت وقتها ان انت دخلت بعنف وانت في الملعب؟ لا وانا في الملعب، لا انا في الملعب انا سامع صوت الطرقعه بتاعت الكوره، اتنين داخلين في الكوره. انت جه في بالك ان انت خبطت الكوره مش رجلين احمد غانم. بالظبط. فانا بعد كده لما رحت شفت لقيت ان الكوره باينه في التلفزيون داخله قويه، انما طبعا يعني سواء يعني قوي او مش قوي، فطبعا يعني هو طبعا اكيد القصد على الكوره. حتى انا كلمت احمد غانم وقلت له معلش، كلمته بعد المباراه. انا في الاول وفي الاخر يا كابتن يعني احنا ده تنافس في الملعب لمده. انت كلمت احمد غانم بعد المباراه؟ خلاص احنا يعني علاقتنا يعني كابتن محمد انت بتقول كلمت احمد